الموسم اللي قبل. نعم اخر مباراه يعني مو بالموسم اللي طاف اللي قبله، اللي كان فيها مشكله وتغيرت فيها لعيبه يعني اليوم الاداء كان مشابه الى حد بعيد ان الناس واقفه. يعني ردة فعل الفريق ما كان في مسلم تقريبا النصر. يعني احتمال يعني سير المباراه، احتمال ان الفريق من البدايه كم درجه مسؤوليه باكسلدورف مدرب النصر في النتيجه؟ لا هو شوف يعني دائما الكل مسؤول، ولكن المسؤوليه الفنيه او حاله الفريق داخل المباراه هي مسؤوليه المدرب. إدارة النصر من بداية يعني من نهاية الموسم اللي طاف. طيب أنت كمدرب لما تشوف فريقك بهذه الطريقة وفي نص ساعة يعني يدخل في مرماك 5 أهداف، شو اللي ممكن يسوي المدرب؟ أنا أتصور النصر يعني كإدارة مطالبة بالوقوف يعني على حالة الفريق أو البحث عن مشاكل الفريق، سواء كان مع المدرب سواء كان مع بعض اللاعبين الكبار اللي يقدرون يفيدونهم، لأن الوضع هذا ما تصور يعني الشغل اللي تم في خلال الموسم يكون هذا مردوده بأي حال من الأحوال، وخاصة في مباراة اليوم اللي كان يعني مثل ما شفنا أن حتى فريق الجزيرة ونادي الجزيرة وإدارة الجزيرة ومدرب الجزيرة ما توقع أن تكون المباراة بهذه السهولة. كابتن فهد، إذا توصل الأمور مثل ما وصلت اليوم في النصر، حتى الجمهور أكيد متفاجئ، يعني مو متفاجئ ممكن من الأداء أو العرض، لكن أنك في فترة زمنية قصيرة تخسر، معنى ذلك أنه حصل انهيار في الفريق في الروح المعنوية، لأن ذلك ما شفناه في الشوط الثاني، ردة الفعل ما كانت موجودة من اللاعبين. يعني ممكن نتوقع تكون نتيجة بمثل هذا الحجم في المباريات القادمة إذا ما كان في جلسة مع اللاعبين ولا المدرب، لأن هذه مشكلة الآن حتى. لا ما أعتقد يعني النصر حتى المباراة القادمة يعني بيكون في مثل هذا المستوى وهذا الوضع اللي كان فيه اليوم. يعني احنا الان كابتن فهد نحاول نتصل باحد المسؤولين في نادي النصر. هذا صراحه اعتقد يعني احنا الجمهور النصر محتاج ان يسمع رد من اداري فريق النصر، لان هذه مشكله الان. يعني على الاقل الحوار اعتقد يعني في مثل هذه الامور ممكن يعني يزيل كثير من الامور، لان ان تحدث مشكله ويتم السكوت عليها اعتقد يعني شيء مبالغ فيه. نتمنى ان حد من نادي النصر يتداخل معانا على اساس على الاقل الجمهور يعرف شو اللي صاير، اذا كان هناك في مشاكل، اذا كان هناك يعني الفريق يعاني او عانى في هذه المباراه فقط، لان اعتقد ان الجمهور غير راضي عما وصل اليه حال النصر في هذه المباراه. جمال هي يعني الهزيمه تحدث يعني وارده في كره القدم، وارده، ويعني ايضا ما نقول نحمل يعني النتيجه اكبر من حجمها او كانها كخساره، لكن اكيد الناس كلها متفاجئه يعني، وتحدث نتائج كبيره، تحدث يعني يوم فريق يعني ما يكون في يومه، لكن ايضا انا يوم يعني استوقفني. ما نتكلم عن النتيجه، نتكلم عن رده فعل اللاعبين داخل الملعب. استوقفني تصريح محمد ابراهيم يعتبر كابتن الفريق، يعني القى باللوم كامله على المدرب، القى باللوم كامله على المدرب، وانه يعني المدرب ما دار المباراه. لو نقدر نتصل بالكابتن محمد ابراهيم لاعب نادي النصر. اللاعبين ايضا، لكن اعتقد ان عادات النصر انه ما تاخذ الامور برده فعل، يعني هزيمه، يعني يقعدون مع الفريق مع اللاعبين مع المدرب يشوفون الاسباب الحقيقيه وراء هذه الهزيمه الكبيره، وما تكون هناك ردود فعل يعني ونهدم كل اللي بناه. تتوقع نسمع اقاله باكر؟ في دورينا كل شيء جايز، دورينا اتوقع كل شيء. ها كابتن علاء تتوقع؟ والله انا لان النتائج الكبيره الغير متوقعه بعض الاحيان تعمل صدمه بالنسبه للبعض. انا عايز ارجع بس لحته انت قلت مين يتحمل، المدرب ده لازم يتحمل النتيجه دي. مدرب؟ طبعا. فرقه توظيف غلط، شكل فرقه انت قاعد شوط كامل مش شايف فرقتك بيحصل فيها ايه؟ كابتن دقيقه 7 دقيقه 16 دقيقه 31 32 36 5 اهداف. يعني من الدقيقه 7 للدقيقه 36 راح الماتش. يعمل ايه؟ طب يعمل ايه؟ لا مش يعمل ايه؟ تغيير غلط. تغييره غلط، توظيف اللعيبه غلط. هل بدايته او بدايه تشكيل او توظيف اللاعبين التشكيل بتاعته غلط؟ ما واضح كده يا كابتن، حتى اللعيبه بتحس في علامه استفهام. حتى ما جاش يعني اللعيبه ما جاتش حماس، ما غردتش على نفسها، ما غردتش على ناديها. 5 اجوال، حتى انزل الشوط الثاني احاول اخربش شويه بس ابين ان احنا فرقه. يعني الفريق يعني شيء حتى كأنه يعني تقدر تسميه تقول بالضربه القاضيه او لكمه مفاجئه، ما قدر يرجع. يعني 2-0 هذه اعتقد هدت كل شيء في الفريق. كابتن يعني الفرحه اللي عملها براغا دلوقتي
ما بيتكش ان هو ما كانش متوقع، ولا احنا ولا اي حد كان يتوقع النتيجه دي، وكنا بنقول في اعاقه للجزيره من النصر، كنا متوقعين اللي هيوقف الجزيره النصر. النهارده تبص تلاقي فرقته خلص الماتش وخدت 3 نقط في 32 دقيقه. يا اخي ده ما بيخليناش احنا كجماهير حتى او كناس بتتفرج على الكوره نستغرب من المنظر اللي شفناه من نادي زي نادي النصر. ما هوش نادي اي كلام، نادي كبير. طيب شوف نادي له اسم. كابتن علي ثاني، شوف ليش ما كانت في ردة فعل قوية من اللاعبين يثبتون ان ما حصل في الشوط الاول يعني ممكن تكون بداية خطأ، ولكن اللاعب عليه ان يعني يسترجع شيء من احترامه عند الجماهير على ان تكون ردة فعل قوية. ما شفنا النصر ضاغط، ما شفنا النصر في حماس او رغبة ان في تعديل نتيجة، ما شفنا كل هذه الامور. شوف برجع الى نقطة جدا مهمة. في بداية الموسم كان هناك في بطولة النصر اللي قام في ودية وحصل عليها النصر. الاعداد هذا اللي قاموا فيه للفريق والبطولة، يعني هاي يكون لك رصيد في المستقبل لما تلعب في الدوري. انت تحتاج في بعض المباريات ان المخزون او الخطط او التدريبات اللي قمت فيها تحتاج لها في هذه المباريات. انت محتاج اوقات صح توفيق ما تتوفق، الفريق مثلا ما يتوفق، ولكن وين اروح؟ وين اللعب الرجولي؟ وين التركيز؟ هذا كله غايب. يعني هناك في علامة استفهام بالنسبة للاعبين. هل هذا الشيء مقصود؟ يعني مقصود بالذات موجه الى رسالة موجهة الى حد، ام يكون هذا شيء طبيعي؟ اذا كان هذا شيء طبيعي انا لا اوافق اي مسؤول او لاعب يقول لي ان كانت الامور طبيعيه بالنسبه للاعبين، الا اذا بس في فرق خسرت 4، الشباب خاسر قبل اسبوع 4، يعني الخساره طبيعيه، لكن نحن نتحدث عن بس ردة الفعل. جمال، لما انا اخسر في بعض ظروف طرد عندي في فرق ادي شوط والشوط الثاني مثلا لياقه، في امور تبين، ولكن انا في خلال نص ساعه بالطريقه هاي اللي لعب فيها النصر وينهزم فيها بالطريقه هاي ما تقبلها. ان هناك في شيء غلط. المدرب قايم بواجبه على ما اعتقد. حميد الطاير طلع وقال عندنا استراتيجيه، على ما اعتقد استقطبوا لعيبه اكثر عن 100 مليون. ان نحن هذا بالطريقه يطلع الفريق بالطريقه هاي، لا، على ما اعتقد يجب ان احترم الفريق المنافس. يجب ان والعب مع مين؟ مع الجزيره. يقول لك الجزيره كان خايف فريق النصر واحترم فريق النصر وكانت هاي النتيجه، لان الفريق مركز من الناحيه الذهنيه، معد من الناحيه البدنيه، المدرب كان رده فعل في تفاعل. نحن هذا الشيء شفتوه في نادي النصر بالجهاز الفني مثلا؟ ما شفنا. حتى بالنسبه للاعبين رده فعل، يعني هناك في شيء مخفي بالنسبه للاعبين يجب ان يتوضح. ما اعتقد ان دائما نحن نتكلم، لان النصر فريق كبير. النصر يعني لو متكلم انا باخذ في جزئيه بسيطه جدا، ارجع لما ينظر الى الانديه اللي حواليه. الاهلي سابقا خذ الدوري هو العام، اللي قبله كان الشباب، اللي قبله كان الوسط، واللي قبله كان الاهلي. ايش معنى النصر يعني شاذ من عن هالمجموعه؟ على انه كان في صرف. أنا هاي النقطة جدا مهمة، لأن كان في صرف، في تبديل موسمين، في استقطاب لعيبة. هالموسم 13 لاعب، في موسم 11 لاعب على ما أعتقد. يعني أكثر من 21 لاعب تغير. هذا فريق لتحقيق نتيجة وليس للبناء. ليس للبناء، ولكن إذا ظل الفريق بهذه الوضعية، المشاكل الداخلية اللي تحصل بين اللاعبين أو سواء بين الجمهور. اليوم ما في جمهور. اوكي، يعني هل هو الجمهور له تأثير بهذه الدرجة انه هو كان له دور يحمس اللاعبين ان يلعبون؟ فبتكون مصيبه. بس ايش رايك في كلام هو قال نقطه ممكن يكون هذا الامر يعني من اللاعبين انهم يبغون يوجهون رساله؟ ترى انا يمكن الكلام اللي قلناه سواء كان كابتن فهد او لابد. حتى مره انا اذكر كان في تصريح للاستاذ حميد الطاير، قال انا الى الان ما فهمت عقليه او مزاجيه لاعبين النصر. الى الان يقول ما فهمت هذه العقليه او المزاجيه، يعني في شيء. عشان تي لابد من الاداره ان توقف على اللي حاصل، لابد ان تعرف المشكله وين. يعني اللي يلسم مع المدرب، اللي يلسم مع بعض اللاعبين، الناس القريبين من الفريق يقدرون يفيدون، سواء كانوا اداريين، سواء كانوا ناس متابعين محبين للنادي، متابعين للفريق في تدريب اليوم، يقدرون يعرفون شو اللي حاصل. انا اتصور يعني اداره النصر عليها الدور الكبير في معرفه سبب الخلل اللي موجود في النصر. ليش يلعب مباراه زينه ومباراه مو بزينه؟ يعني عمليه ايضا الهبوط في المستوى هي عمليه مطالبه فيها اداره النادي بالوقوف على اسباب الخلل وين موجوده. اليوم اذا انت تصرف هذه المبالغ وتستقطب هذه المجموعه من اللاعبين، المفروض ما تكون اقل من الاخرين. يعني اليوم
مقارنة يعني بالفرق. لو اخذناها من المركز الخامس فما دون، انا اتصور الامكانيات كلها متقاربه ومتشابهه، ما عندك مشكله في شيء يعني. او الانديه هاي بالتنظيم بالعمل الصحيح ممكن تاخذ مراكز متقدمه، ولكن متى هذا اذا حليت المشاكل اللي موجوده اليوم. المشاكل طيب